خرج النجم الدولي رياض محرز بتصريح خطير يطالب فيه الاتحاد الأفريقي بمنحه جائزة الكرة الذهبية بعد فوزه بثلاثية تاريخية مع نادي مانشستر سيتي، وهي دوي أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، وأحقيته على اللاعب الدولي المغربي الذي تألق شكل كبير في كأس العالم، وهو ما جعله يتعرض لحملة من الانتقادات في مواقع التواصل، حيث قال بعض المعلقين أن اللاعب الحقيقي يتبث نفسه في أرضية الميدان وليس في التصريحات، كما فعل النجم الجزائري رياض محرز، بينما على البعض أن رياض قضى معظم الموسم على الدكة ولم يساهم بشكل كبير في تتويج نادي مانشستر سيتي بهذه الألقاب، على عكس بونو الذي كان حاسما بشكل كبير، وهو ما يجعله أكثر لاعب مؤهل هذه السنة للفوز بجائزة الكرة الذهبية.